تتقول أو قال حسب كذلك إكسبريس في أحد المقالات ديالها، الخبير في المجال ديال الطاقي، هذا خبير في المجال ديال الطاقي مصطفى البراق، قال إن التحديات الأمنية أعلن عنها أحد خبراء في الجزائر تشكل أسطوانة قديمة يعاد تدويرها كل مرة، أي فيما يتعلق بالإشكالات الأمنية التي تواجه أنبوب الغاز المغربي النيجيري. بعدما اتضح أن مشروع خط أنبوب الغاز المغرب نيجيريا يتقدم، موضحا أن البلدان الإفريقية التي يمر منها هذا الأنبوب تظل تحدياتها الأمنية قابلة للاحتواء فيما يتعلق بالمغرب، وليس بتلك الخطورة فيما يتعلق بالمغرب عندها قابل للاحتواء، وليس بتلك الخطورة التي كانت سببا في تعطيل المشروع النيجيري الجزائري المتعلق بنقل الغاز. باش تقدر بأنك تكتب هذه الفقرة، وأنا أتحدث معكم حقيقة كشخص اللي هو مر عبر الجامعة المغربية، ضروري ما أنك تكون تحت التأثير ديال المخدرات باش تقدر بأنك تكتب مثل هذه الفقرة. أولا لا على المستوى ديال مرتبط بالعدد، أي المرور ديالو والإنجاز ديالو والإشكالات التي تواجهها غرب إفريقيا، لا كذلك فيما يتعلق بالأهداف السياسية أو ما يرتبط كذلك بالمدة أو الفترة الزمنية، وكذلك الصعوبات المالية. تيقول لك هذا المستشار أو الخبير في المجال ديال الطاقة بأن إنجاز المشروع ديال الغاز النيجيري المغربي هو أيسر وأكثر ليونة من إنجاز المشروع ديال الغاز النيجيري الجزائري. أنت نتسأل شنو هو المعطى؟ إذا كان أنبوب ديال الغاز النيجيري الجزائري يمر فقط عبر دولة النيجر التي تم احتواؤها في سياق الانقلاب العسكري، وواجهت الجزائر حفاظا على المصالح ديالها، واجهت فرنسا وواجهت أمريكا ومنعتهم من التدخل فيما يتعلق يعني بالشأن الداخلي ديال النيجر حفاظا على المصالح ديالها. وسيستمر هذا أو سوف يتم إنجاز هذا المشروع لأنه مشروع ذي الأهمية حسب كذلك التصريح ديال وزير الخارجية النيجيري. في المقابل المغرب دابا حاليا يوهم أو عبر الأبواق ديالو تحت التأثير ديال المخدرات بطبيعة الحال باش كتبت هذه الفقرة أو تقوم بهذا التحليل، تيقول لك بأن يمكن احتواء ما يرتبط بالإشكالات الأمنية التي تمر أو الإشكالات الأمنية التي تواجه 13 دولة. يمكن احتواء إشكالات أمنية بالنسبة ل 13 دولة بما فيها ملف يتعلق بالاحتلال، أي ملف ديال الصحراء الغربية، بما فيها دابا انتم تعتبروا حتى موريتانيا بأنها غير حديقة خلفية، تعتبروا موريتانيا حديقة خلفية فيما يرتبط بالدول ديال الساحل والصحراء أي الولوج الأطلسي، وتعتبر كذلك بأن موريتانيا ستسمح بمرور هذا الأنبوب عبر الأراضي ديالها، وهي المصدرة الجديدة داخل المنطقة للغاز. وإلا منحات هي عموما للمغرب أو ساهمت في إنجاح هذا العبور ديال هذا الأنبوب فوق الأراضي ديالها، قولوا وداعا للغاز ديال موريتانيا. الغاز ديال موريتانيا الذي تم اكتشافه وحاليا خلال 2023 يتم دابا حاليا الاستغلال ديالو وتم الاكتشاف ديالو، وهناك مجموعة من الشركات ساهمت على المستوى الدولي من أجل التنقيب في محاولة إلى كذلك وضع المعادلة لموريتانيا داخل فيما يتعلق يعني بالمجال ديال الطاقة والتنافسية في المجال الطاقي. صافي نقولوا وداعا حنا لموريتانيا. موريتانيا حبسي من الغاز ديالك أجليه، لأن المغرب يحاول ماذا؟ لأن المخزن والنيجيري يحاولان ماذا؟ تمرير هذا الأنبوب. الغريب والغباء فيش تظهر لك أنت بشكل هو جلي هو أنه كان اتفاق بين دولتين لا علاقة لهم بالغاز يعني كبروباغندا. المغرب زار السنغال اش عندك نتايا في الغاز ديال نيجيريا؟ السنغال كانت على شفير أنها تقوم أو تواجه انقلاب، تمرد شعبي، ثورة شعبية، كانت على مشارف أنها تكون في واقع يعني في واحد الوضع اللي هو غير مستقر خلال فقط الأشهر الأخيرة. السنغال دولة غير مستقرة سياسيا، والمراقب كذلك للسنغال يعلم جيدا بأنها في سياق الانقلاب بالنيجر كانت تواكب كذلك مجموعة من الانقلابات
لامست أو كذلك شهدتها الشارع السنغالي. قال لك لا، حنايا عندنا واحد المشروع، والسنغال تساهم وتأكد على دعم المشروع. لا هي قوة اقتصادية. المغرب يعني التجأ، يعني ما يرتبط، كاين واحد المثل بأن واحد شخص ضعيف بيضعف آخر. هذه مسألة اللي هي غبية جدا. لا المغرب يتوفر على الغاز أو إمكانية ديال كذلك التمويل، لا السنغال تتوفر على إمكانية التمويل. قاموا بالاتفاق من أجل إنجاح هذا الغاز. ويؤكد ويشيد دابا حاليا الخبراء ديال الطاقة وكذلك خبراء استراتيجيين داخل المغرب بأن صافي الدعم السنغالي، بأنه دعم اللي هو محوري، وبأنه سوف يتم القضاء على أنبوب الغاز النيجيري الجزائري. هذا غباء، هذا على المستوى الاستراتيجي هذا يعتبر بأنها غباء، وعلى المستوى ديال التحليل هذا يعتبر بأنها غباء، خاصة وأننا نتحدث عن 13 دولة تعاونية ديال غرب إفريقيا تحاول ما أمكن ماذا؟ تحاول ما أمكن الاستغلال ديال الغاز ديال إفريقيا أو الغاز ديال نيجيريا. فهاد الشطحات إلى حدود الآن تؤكد بأن المغرب فقط يخوض مناورات اللي هي فاشلة، مشاريع اللي هي وهمية.